ونشرح لهم عن باقي السكتات. وايش في عندكم اي استفسارات اكتبوا لنا في التعليقات تحت. وصلوا هذا الفيديو ل 30,000 لايك لانه هذا الفيديو بيستاهل انه يوصل ل 30,000 لايك. ما شاء الله. طلع كيف العجل. عندك براغ 1 2 3 4 من البراغ الفولاذ القويه. هدول السكتات للعلم ما حدش ركبهم لحد الان الا يمكن بس تجربه. اقوى انواع المطاط انه شركه روسز وشركه سيبا وشركه فيلا. تمام. قديش انت بتسحب بحزق عندك؟ هات نشوف حركات يا ابو حميد فيه. حركات مين يا سيدي؟ بمشي لحاله البول لحاله في هذه القصه بتختلف عن القصات هذيك. ما شاء الله ما شاء الله. طلع من هين كيف معمول. شايفين كيف اختام شركه سيبا في كل مكان في الكباسات. لحظه قبل ما تكمل هذا الفيديو انزل على صندوق الوصف او على اول تعليق مثبت راح تلاقي رابط تطبيق المشي. حمل تطبيق المشي. من خلال هذا التطبيق انت بتقدر تجمع فلوس او هذا التطبيق بمنحك فلوس من خلال المشي. عملت عنه فيديو كامل وشرح وافي على اليوتيوب. راح اسيب لكم هذا الفيديو في نهاية هذا الفيديو. مرحبا حبايب، كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم حيكون عبارة عن شرح عن جبل السكتات هذولا اللي هن سكتات السحب، صح ولا يا صحيح يا سيدي. طبعا من هذول السكتات حيكون واحد السحب فقط، لكن اذا كان تفاعلكم 100% راح نفكر انه حنعمل كمان مرة سحب ولا لا. هو التفاعل لانه التفاعل ضعيف جدا على القناة، صح ولا صحيح يا سيدي. اذا كان التفاعل 100% حيكون شغل فانتاستيك معك. كنتوا عارفين احمد وسمير لديكم؟ لا خوف عليكم. اللي بدي اياه منك يا سمير من بين ايش بدك يا ابو حميد؟ من بينكم السكيتات هدول طلع السكيت على قدك انت. عندك هي واحد، عندك هي اثنين. هيو هذا قديش مقاسه؟ هذا مقاسه 41. حلو. وين بكون مكتوب المقاس عشان الناس تصير شاطره؟ المقاس بكون مكتوب هنا يا سيدي. اشوف حلو. اشوف هيو مقاسه 42 هذا يا سمير. حلو الكلام. تمام. هيك تاكدنا وعرفنا 100%. لان بدكم تعرفوا وين المقاس بتلاقوه في البطانه من هنا موجود. تمام. اشرح لي عنه الحين. ايش اللي بدك اياه الحين يا ابو حميد؟ عجاله هدول الف ولا مش الف؟ توضيح للمتابعين. حلو. بعدين بيطلع من هنا. ما شاء الله ما شاء الله. عشان انت تاخذ حريتك وانت بتركب الكباس. الميزه اللي احلى من هذه يا ابو حميد ايش الميزه؟ طلعه بيطلعش الكباس خلص. برضاش يطلع هيك اقصى شيء. اقصى حاجه. ايوه شايف؟ والله شغل ممتاز الروسز. الحين كيف يا سيدي الرباط برطبط؟ هاي الرباط امان فيش منه. طلع اشوف. قص على الزرين. هاي في زرين هنا. الزرين هاي هنا. شايفين الزرين؟ طلع هينا. شايفين؟ شايف؟ حلو الكلام. تسحب لفوق. تمام. حلو بتلبس السكيت 100%. بعدين ايش؟ تحزق على الاخر. تحزق عليه خلص هيك ارتبط السكيت. يا عين عليك. واللزقه هذه زي ما انتم عارفين هاي من صوتها بحكي. صوتها بقول انها فانتاستيك. اسمع يا عيني. حلو. الحين نيجي وين؟ مقاسات العجال لانه العجال كثير مهمه في السكيتات. مقاسات العجال 84. اشوف كيف تعرف انه 84. هي مكتوبه هنا يا حبايب 84 ملي. هي 84 ملي. ان شاء الله تكون وضحت الصوره. انا بحاول اوضحها قدر المستطاع. تمام. هدول العجال كيف الواحد يعرف انهم اصليات او مش اصليات؟ اصليات ولا مش اصليات؟ حلو. في اول حاجه بدي اقول لك انه هذا الجنط اذا كان لهان مثلا شايف اذا كان الجنط كبير بكون العجله ضعيف. تمام. اذا كان الجنط كل ما صغر الجنط كل ما قوي العجل. شايف كيف المفاصل انت فيه كمان. وكل ما زاد المفاصل كل ما زاد قوه العجل. حلو الكلام. حلو. هذا المطاط يا سيد. هذا المطاط من اقوى انواع المطاط. هي شركه روسز معروفه. يعني احنا قديش جربنا بعد خبرتنا من 2012 لحد الان. تمام. عرفنا انه شركه روسز وشركه سيبا وشركه فيلا وشركه الكيتو من افضل انواع العجال في السكيت اللي مر علينا. يعني من 2012 لحد الان. دائما يعتبروا كمان انه اي بوت بكون شركه او ماركه من اللي ذكرها سمير وبكون مكتوب عليه الاسم الاصلي يعرفوا انه عجال اصليات. زائد بكون بيان شايفين مكتوب هنا روسز. هدول العجال خدهن وانت مغمض. بعدين البيل يا ابو حميد مواصفات البيل كمان فيش صوت ولا حاجه. حلو الكلام. حلو. ما شاء الله. طلع كيف العجل. ما شاء الله. يعني انا معي سكيت سيبا عليه بيل روسز. الهن قديش يا ابو حميد؟ قديش؟ الهن البيل اللهم صل على سيدنا محمد والله يمكن 3 سنين ما غيرت. يعني غيرت طقم عجال وطقم البيل ضل زي ما هو. ما شاء الله. هيك الامور تمام التمام وفي السليم. وان شاء الله تكونوا عرفتوا عن سكيت الروسز. اشرح لنا كمان الاخر متاخر يا سيدي على قولتك يا ابو حميد. انه هذا الجسر عظم. حلو. يعني اللي بشوف الجسر في ناس بتخاف بتقول لك هذا بلاستيك يمكن ضعيف. لا هذا الجسر قوي جدا. حلو. هذا نوع الجسر روس
روسز، تمام، برضه من الشركة نفسها، من نفس شركة روسز وعظم. هذه المادة مقوية قوية جدا جدا جدا. وطلعوا كيف بيعملوا لها مفاصل كمان يا ابو حميد، شايف؟ وهي مفصل عشان قد ما بدك تخبط في السكيت ما يصيرش في ايش. هاي هنا تحت مفصلين عاملين، مش مفصل كمان. هاي مفصل وهي مفصل، وهذا هي مفصل ومفصل. ما شاء الله ما شاء الله. في شركة روسز بتعمل نوعية ثانية اللي هي جسر ألمنيوم، تمام. الجسر الألمنيوم اللهم صل على سيدنا محمد قوي جدا كمان. شركة روسز بتعملش حاجة مش قوية لأنها شركة معروفة، تمام، وشغلها شغل فانتاستيك. زي ما شفتوا سمير شرح لكم على السكيت الروسز الازرق هذا، كان الامور كلها في السليم وان شاء الله اكتسبتوا كميه كبيره من المعلومات. خليني يا سمير انا اشرح لهم عن السكيت الروسز الاحمر هذا، لانه هذا بيجي على مقاسي 40، خلينا نتاكد من مقاسه ونشوف كيف، ونشرح لهم عن باقي السكيتات. وايش في عندكم اي استفسارات اكتبوا لنا في التعليقات تحت على اساس احنا نجاوبكم عليها وننشر ثقافه استخدام السكيت في الوطن العربي. وصلوا هذا الفيديو ل 30,000 لايك لانه هذا الفيديو بيستاهل انه يوصل ل 30,000 لايك. الحين يا ابو حميد بدي تشرح لنا على السكيت الاحمر الفانتاستيك اللي معك، مواصفاته وايش النوع وايش الشغل الزين. حلو الكلام. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجه نشوف مقاس هذا السكيت. تعال شوفوا المقاس. هذا مقاسه 40، شايفين؟ واضحه معكم في الصوره؟ مش واضحه. واضحه والله واضحه. هي 40 تمام. هذا مقاس السكيت 40 يعني على مقاسي. ان شاء الله الحين حلبسه وافرجيكم تجربه عليه. تمام. حلو. السكيت هذا الروسز من برا معمول قماش وبلاستيك مقوى جدا، لكن احنا بنفضل النوعيه اللي من برا كلها بلاستيك، لكن هذا مش بطال يعني، هذا الشغل فانتاستيك وفاخر. نيجي للجسر تبعه. الجسر تبعه مكتوب عليه روسز لانه من شركه روسز زي ما انتم شايفين. عندك براغ 1 2 3 4 من البراغ الفولاذ القويه. عندك كمان راكب على السكيت بريك. هدول السكيتات للعلم ما حدش ركبهم لحد الان الا يمكن بس تجربه، وهدول السكيتات زي ما انتم شايفين شغل فاخر من الاخر. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقول لك الويلز اكثر شيء بركب عليه 84 ملي، تمام. اكبر عجل بركب عليه 84 ملي. هنا المقاس اللي مكتوب يا حبايب على العجل زي ما انتم شايفين هنا 84 ملي، زائد هدول العجال فرجين عليهم مكتوب عليهم برضه روسز زي ما انتم شايفين. تمام حبايب. تمام. الاشي الفانتاستيك والفاخر يا سمير في هذا السكيت واللي انا اكتشفته بالصدفه، اطلع تحت الجسر مقوى. اول مره اشوف جسر الومنيوم مقوى بطريقه ايش عالميه. طلعوا انتم كيف الجسر مقوى مقوين، يعني الومنيوم البلاستيك كنا نشوف انه مقوينه، لكن الومنيوم ومقوى بالدرجه هذه شيء فانتاستيك وفاخر على الاخر. طلعوا انتم عشان تعرفوا العجال، قلنا لكم انها اصليه. شوف انتم كيف بكون منظر العجل، زائد طلعوا كيف انتم العجل عامل زي زيت الزيتون، مش انه من جوا مش مبين في شيء او قاتم او مغطى او في اضاءه، لا العجل مبين كل حاجه، حتى الجنط جوا مبين فيه زي ما انتم شايفين. طبعا هنا الكباس زي السكيت اللي شرح عليه سمير قبل هيك من النوعيه. طلع كيف تفتحه من هين زي هيك، بتضيق على المقاس اللي بدك اياه وبتفتح هذا هيك. طلع مجرد ما تفتح هذا هيك تلقط وبتركب زي هيك، بكبس بصير الوضع ألف. في طبعا من هين حامل للسكيت على اساس وانت طالع تقدر تشيله وتطلع فيه. خليني البس السكيت هذا واجرب اعمل فيه هين في المكان اللي انا فيه لفه بسيطه هيك، شوفوا كيف الوضع حيكون. طلعوا يا حبايب طريقه لبس السكيت. بتمسك هذه القطعه، هذا هاي النظام الحديث، بتسحب زي هيك، بتسحب قديش انت بتسحب بحزق عندك، بعدين بتنزل هذه زي ما انتم شايفين هيك. البوت بحياته ما بفلت من مكانه. تمام. وهذه لها مكان وين بتتركب هنا زي ما انتم شايفين. بعد هيك بحط هذه يا سمير هيك، بحزقها زي هيك، وبركب الثانيه. هذه بتنحزق من هين، بحزقها من هين في الاول، وبركب هذا عليها وبضمها، وهيك السكيت صار جاهز للركوب. خلينا البس الفردة الثانية وافرجيكم. هات نشوف حركات يا ابو حميد فيه. حركات مين يا سيدي؟ بمشي لحاله البول، لحاله بمشي. طلع علي طيارة، طلع خلص يا عيني. بقدر اصل وين ما بدي يا سمير. طلع وين ما بدك بتروح فيه. طلع بالضبط زي هيك بعمل. طلع بتبدلش انت يا ابو حميد قاعد؟ ببدلش ولا حاجه والله يا احمد ما بتبدل. كمان راكب عليه بريك. طبعا البريك هذا لازم ينفك بعد اسبوعين من اللعب عليه على اساس تصير اشطر في السكيت. حلو. شايفين كيف؟ حلو. شغل فانتاستيك. اوه انسوا هدول السكيتات بس للحركات. والله هدول يا ابو حميد بس للحركات. خلينا نكمل لكم باقي الفيديو.
سمير على السريع اشرح لنا عن سكيت الروسز هذا باختصار شديد. باختصار شديد هذا السكيت، هذا السكيت يا ابو حميد تمام. نفس سكيت الروسز اللي شرحت عنه انا وانت. حلو. بس اللهم انه الشكليه بتختلف، هذه القصه بتختلف عن القصات هذيك. ما شاء الله ما شاء الله. برضه العجال مختم عليهم روسز، كله مختم روسز. العجال مختم عليهم روسز زي ما انتم شايفين، هاي روسز زي ما انتم شايفين، وجسر عندكم بلاستيك نفس القصه وكل اشي تمام. حلو. والقوه هي شركه روسز، شغل فانتاستيك، لا خوف عليكم. الحين يا احمد بدي منك تشرح لي عن البوت الفانتاستيك اللي معك. هذا البوت من اكثر شركه بموت فيها وبحبها في حياتي، اللي هي شركه سيبا. من اول ما انا كنت صغير وفتحت على النت على سيبا على السكتات، لقيت شركه سيبا، وواحد بصفط كونز على الارض ولابس مكتوب هنا سيبا على البلوزه وبيلعب. لقيت السكيت اللي معاه افخم سكيت، بحثت عن الشركه لقيته من افخم السكيتات في العالم. هذا السكيت مقاسه من 33 ل 36، وهذا سكيت سيبا اصلي، طلع من هين كيف معمول زي الكروم، طلعوا نفس طريقه رباط الروسز. وهي كمان الكباس تبعه شغال 100%. وهي اللهم صل على سيدنا محمد، من هنا بتقفل الحبل، كل اموره في السليم. جسر ألمنيوم جبار وممتاز، وعليه طقم عجال برضه من شركة سيبا. شايفين كيف؟ أختام شركة سيبا في كل مكان، في الكباسات، في العجال، في الجسر، في القماش، في كل إشي. يعني هذا السكيت سيبا أصلي، فيش ولا قطعة مغيرة فيه؟ أصلي ولا حاجة فيه مغير والله يا عمي. بس أحمد وسمير اللي بيجيب الحاجة. طبعا المقاسات كلها راح نكتب لكم إياها على الشاشة عشان تعرف إيش متوفر مقاسات لحد الآن. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واضغطوا على علامة اللايك، وصلوا هذا الفيديو ل 30,000 لايك.